بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. شايفين كل وصفات الحلو دي على القناة وكمان أكتر، كلها وصفات سهلة وسريعة واقتصادية. دي بليلة بطريقة الفخراني والأجاوي. البليلة دي مشهورة جدا في المنصورة. كل الوصفات اللي نزلتها لكم على القناة لو جربتوها هتتأكدوا ان هي وصفات جميلة جدا، وهتستغنوا عن انكم انتوا تشتروا اي وصفات حلوة من بره. فاتمنى بجد تجربوا كل وصفاتي، ولو لسه بتشوفوا قناتي لأول مرة لايك وشير لأي فيديو بتشوفيه واشتراك في القناة. طبعا عشان نعمل وصفة الحلو بتاعت النهاردة، عندي هنا اول حاجة هعملها طبقة الكيك. عشان نعمل طبقة الكيك عندي بيضتين هبدأ انزل بيهم في شفشة الخلاط، عليهم كوباية من السكر وعلبة من الفانيليا. الكيكة دي استعملتها كتير جدا، كيكة سهلة وسريعة وخفيفة جدا. عندي هنا نص كوباية لبن، طبعا لبن مغلي لبن بارد، نزلي اي لبن متوفر عندك بس كده. وعندي هنا كوباية ونص دقيق وعليهم معلقة كبيرة من الكيك شيف. بنبدأ ننزل بيهم بالسوائل بعد ما ضربناهم ونعمنا السكر كويس قوي، وبالمعلقة زي ما انتوا شايفين قلبت الخليط الدقيق مع السوائل لحد لما كله اتجانس مع بعضه. شايفين العجينة خفيفة جدا وهشة جدا. عندي هنا صينية دهناها زيت ومبدراها بدقيق، نزلت بالخليط وسويته بالطريقة دي، والفرن سخن جدا. هدخلها على الرف الوسطاني شغال عليها من تحت، النار عليها وسط لحد لما تستوي معايا. طبعا عشان نعمل الطبقة التانية، دي مش الطبقة التانية، دي طبقة جيلي هنعملها وندخلها تتماسك. عندي باكو جيلي وعليه معلقة كبيرة من السكر وكوباية من المية المغلية، بدوبهم كويس قوي. وبعد كده في اي صينية عندك بتنزلي بيهم وتدخليهم التلاجة لحد لما الطبقة تتماسك كويس. هنا بقى كانت الكيك معانا استوى. عشان الصينية تفال لازم تحطي تحتيها صينية ألمونيا. ببدأ بالشوكة بالطريقة دي فتحات، وعندي كوباية من اللبن عليها معلقة كبيرة من السكر، بدوبهم كويس قوي وبنزل بيهم على الكيك. بركنها دلوقتي على جنب ونبدأ نعمل الطبقة التانية. عشان نعمل الطبقة التانية عندي 2 باكت جيلي، هنزل عليهم معلقتين كبار من السكر، وهنزل عليهم كوباية من المية المغلية. طبعا الاتنين باكت جيلي ليهم 4 كوبايات مية، بس احنا عايزين الكثافة تقيلة، فهننزل كوباية من المية المغلية على الاتنين باكت وندخلهم التلاجة يبدأوا يبردوا معايا. مش هينفع الخليط اشتغل بيه وهو سخن. وهنبدأ الكوباية التانية هنستعملها حليب او لبن. هبدأ انزلها بالطريقة دي، لازم الحليب بتاعك يبقى ساقع، وبنزل عليه باكت كريمة من دريم. وبعد كده ببدأ اضربهم لحد لما الخليط معايا قوامه بيتقل والكريمة بتبقى متماسكة. بعد ما بتتماسك معايا بيبقى خليط الجيلي اللي احنا دخلناه التلاجة برد معايا، فببدأ انزل بيه بالطريقة دي واضربه كويس قوي. برضو كل شوية باي سباتيلا عندك قلبي الحروف بتاعة البولة اللي بتشتغلي فيها عشان تتأكدي ان الكريمة كلها اختلطت بالجيلي. بعد كده بننزل على طبقة الكيك زي ما انتوا شايفين. وهنا كانت طبقة الجيلي معايا اتمسكت، ببدأ بالسكينة اقطعها كده مكعبات، وببدأ بأي معلقة عندك بتبدأي تشيليها وتنزليها على طبقة الجيلي بالكريمة اللي احنا عملناها. الكيكة جميلة جدا وخفيفة جدا، فاتمنى بجد تجربوها. ببدأ اوزعها بالطريقة دي، وبالمعلقة ببدأ اديلها تقليبة لحد لما اتأكد ان هي اتوزعت كويس قوي على الطبقة واتغلفت. بس كده. دلوقتي طبعا عندي فراولة غسلاها ومقطعاها شرايح، هبدأ ازين بيها. لحد هنا ممكن الكيكة تبقى كويسة او حلوة او ممكن تاكليها على كده، تدخليها الفريزر او التلاجة تتماسك وتقطعيها تبقى جميلة. لو حابة تحطي طبقة الفراولة اللي هحطها بتبقى شكلها اجمل كمان. مقطعها شرايح، ببدأ دور داير على الصينية ارصها جنب بعض بالطريقة دي، بتعمل لها شكل جميل وبتبقى جميلة جدا لأطفالك.
برص الصينية كلها بنفس الطريقة. شايفين الجمال؟ وبرضو لحد هنا ممكن تقدميها وبتبقى جميلة جدا، بس انا طبعا هدخلها الفريزر تبدأ في 10 دقايق تتشمع عشان انزل عليها الطبقة الاخيرة لو انت حابة تعمليها. عندي هنا طبعا اللقطة دي اتمسحت. باكو جيلي عليه نص كوباية من المية المغلية ومعلقة كبيرة من السكر. بعد ما بدوبهم بنزل عليهم بنص كوباية من المية الساقعة. ليه؟ عايزة الخليط معايا يبقى دافي او بارد عشان ما يبوظليش طبقة الكريمة اللي احنا عملناها. ببدأ انزل بالطريقة دي وبدخله برضو تاني. لو مستعجلة دخليه الفريزر 10 دقايق بيتشمع، لو مش مستعجلة دخليها التلاجة تتماسك براحتها. هنا كانت اتمسكت معايا. لازم فوطة عليها مية سخنة بالطريقة دي وتبدأ تمشي على الصينية من بره عشان تبدأ تفكي الحروف. ببدأ افتح الصينية زي ما انتوا شايفين، واي سكينة او اي حاجة عندك ببدأ هسلكها من الحروف الجناب كلها. شايفين الجمال؟ والله العظيم الوصفة اكتر من رائعة، فاتمنى بجد تجربوها. ما خدتش وقت خالص. شايفين الكيك تجيلي معانا او تورته جيلي؟ سهلة جدا، سريعة، خفيفة. نزلت وصفات جيلي كتيرة جدا، اتمنى بجد تدخلوا عليها وتجربوها. شوفوا بقى من جوه عاملة ازاي، بمنتهى السهولة بتشيليها من الصينية. حتى لو عاملاها في صينية مقفولة برضو هتطلع معاكي بنفس النتيجة. شايفين الجيلي اللي احنا حطيناه من جوه متقطع معاكي وطالع شكله جميل جدا. فاتمنى بجد تكون وصفتي الى النهارده عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه لايك وشير للفيديو. لو لسه بتشوفوا قناتي لاول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رب.